يا مساء الفل والهنا والسرور. جينا النهاردة برضو بموضوع جديد، والحقيقة موضوع يعني أتمنى إني أقول كلمة حق فيه. تمام. موضوع بقى بوسة لبابا وباي باي واتطلقي. أغلب جروبات الستات تخش واحدة تشكي موضوعها، تلاقي مثلا لو في 100 كومنت، في 80 منهم بيقولوا لها لا لا سيبيه اتطلقي. طب اللي بتنصحها دي انتي عرفتي الموقف كله؟ يعني عامة اللي بتيجي تحكي لنا مشكلة زي دي بتقول لنا الحاجات اللي هي وجعاها، تفاصيل معينة من وجهة نظرها. يعني ايه من وجهة نظرها؟ يعني لو يعني هنفترض ان في كورة كده، تمام، وجهة النظر اللي من هنا غير اللي حد تاني شايفها من هنا، يعني في طرفين، هي بتقول وجهة نظرها بس احنا سمعناش وجهة نظره هو ايه. تمام. في مشاكل فيصلية، زي الخيانات، زي الإهانات، حاجات كتيرة جدا. تمام. بس برضو ناخد الأول طرق العلاج ونحاول نعالج الموضوع وبعدين نقول اتطلقي. يعني أرجوكم، بس دي كلمة للستات اللي على الجروبات كلها، قبل ما تطلعي كلمة اتطلقي لحد، يعني حرام عليكي نخرب بيت من غير ما يكون في وسيلة لإصلاحه بأي شكل من الأشكال. نبذل جهد ربنا يحاسبنا عليه وبعدين نقول اتطلقي. بلاش النصيحة اللي ربنا هيجازينا عليها دي. الكلمة اللي بتطلع مننا المفروض انها تبقى كلمة طيبة. تمام. لو الكلمة مش طيبة اسكتي، ما تقدمي لها نصيحة انها تبقى اكثر ثقة بنفسها، تهدى، تمتصي غضبها، تسمعيها. لكن على طول اتطلقي. طب انتي عارفة ظروفها ايه؟ طب انتي عارفة هي بتشتغل ولا لا؟ طب انتي عارفة اهلها موجودين ولا لا؟ طب انتي عارفة هي لو اتطلقت واترمت في الشارع مين هيساعدها؟ طبعا انا مش معنى كلامي ده ان انا بقول للرجاله اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه ما حدش هيتطلق. انا بقول للستات ما تنصحوش ست تانية بالطلاق، ما تصبيش مشاكلك انتي او انك انتي معرفتيش تاخدي موقف معين في حاجة معينة فعايزة حد تاني ياخدها بالنيابة عنك. لا، يعني رجاء كده نهدى شوية وبلاش نتكلم بمشاعرنا، خلينا نتكلم بعقلنا. يعني لما جينا نتجوز اخدنا وقت طويل وحسبناها، والشقة ايه والجواز ايه والجهاز ايه. طب لما هيجي نتطلق هنتطلق كده؟ طب ما احنا لازم نحسبها برضو. يعني هتعيش ازاي، هتعيش فين، الولاد ايه، الراجل ده خلاص 100% مينفعش العيشة معاه ولا في امل؟ لو في 20% في الإصلاح نسعى في الإصلاح الأول، نقعد مع الطرفين. وده اللي بيعمله اي لايف كوتش، يعني ده اللي بنعمله عموما لما بتجيلنا مشكله، نقعد مع الطرفين ونسمع منه ونسمع منها، واخر حاجه بنلجأ لها كلمه اتطلقي. وما احنا ما بنقولش اتطلقي، هي اللي عايزه تتطلق، احنا بنحاول نديها حلول بديله غير الطلاق. فبوسه لبابا واتطلقي، ارجوكم بلاش. الكلمه طيبه صدقه، انصحوها انها تهدى وما تاخدش قرار وهي منفعله. اسمعوها، احتووها، وبعدين انتوا مش عارفين كل جوانب موضوعها ولا حكايتها، انتوا مش عايشين معاها، مش عارفين عيوب الراجل ده ايه ولا مميزاته ايه ولا اولاده ايه بالنسبه له، ولا الراجل ده كويس معاها ولا وحش، ممكن كويس في حاجات تانية قوي ووحش في حاجات تانية، ولا عارفين هي كمان كان ليها دور في المشكله دي ولا لا. هي بتحكي من وجهه نظرها، انتوا متعاطفين معاها. هي اصل الموضوع دايما كده، في بنقول ايه، خلفيه محدش يعرفها غير كل اتنين. خلفيه كده لازم بندخل جوه 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 عشان نطلع الخلفيه دي اللي بناء عليها بندي الحل المناسب. وكل حاله غير التانية. الطلاق ينفع مع حاله، ما ينفعش مع حاله تانية. أتمنى إن الكلمتين دول يا رب يا رب يا رب يعني يكونوا نافعين لأغلب الستات اللي بتتسرع بالنصيحة. وأتمنى بلاش بوسة لبابا دي، لأ، أتمنى نعقل كده ونهدى ونفكر بعقلنا أكتر. وأتمنى اللي ما عمليش اشتراك يا رب يشرفني ويشترك ويعمل لايك للقناة، عايزينها تكبر. ومش هتكبر غير بيكوا طبعا، يعني المحتوى اللي انتوا تحبوه ويناسب الجميع. وكانت معاكم مسام الهندي، وأتمنى أن أنا أكون ضيفة دايما خفيفة عليكم. شكرا.